السلام عليكم. عملت لكم بقى بديل الرقاق الطري بمنتهى السهولة وبمنتهى السرعة. أول حاجة جبت 4 كوبايات من الدقيق اللي هو لجميع الاستخدامات أو مخبوزات، عليه نص معلقة ملح ومعلقتين سكر صغيرين، وحطيت عليهم كوباية وربع من المية العادية خالص، وقعدت أعجن كويس جدا. بعد كده عملت فجوة كده وحطيت عليهم معلقتين زيت، وبرضه قعدت أعجن مش أقل من 7 8 دقايق ويمكن أكتر كمان. احنا مش حاطين فيها خميرة ولا حاجة، بس لازم ترتاح برضه مش أقل من ربع ساعة. بعد كده عصقت اللحمة، جبت طاسة وعلى نار عالية جدا ومن غير أي مادة دهنية حطيت اللحمة، وأول ما اتشمعت حطيت التوابل اللي هي ملح وفلفل وبابريكا وسنة كمون صغيرة، وبعد كده حطيت عليهم بصلاية متقطعة رفيع جدا، وسيبها بقى تستوي كده حوالي ربع ساعة. وبعد كده رحت حاطة برضو فلفل رومي متقطع مكعبات وخليتها تكمل سوا. العجينة ارتاحت، هقطعها بقى لحوالي 5 كور كده متساويين، ولازم اغطيهم طبعا. وبعدين همسك بقى أول كورة أنا قطعتها وهبدأ أفردها لأن دي أكتر عجينة ارتاحت. مين بقى لسه لحد دلوقتي ما بيحبش يعجن او بيخاف من العجين؟ اظن مفيش اسهل من كده. فردتها، وبعد كده حطيت اللحمه المفرومه وشويه جبن بقى اي نوع عندكم، ولميتها بالمنظر ده. وبعدين بقى حاولت اقفلها كويس جدا، وبعدين ابططها واجيب بقى جريل على نار متوسطه، ومع مسحه زيت كده ابدا اسويها. الله على الجمال، طلعت حلوه قوي وسهله اهي وسريعه. الوصفه بالتفصيل هتلاقوها موجوده على قناتي على اليوتيوب او صفحه الفيسبوك. يا ريت تنوروني، واللي اهم من كل ده تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، والف هنا.